النهاردة هنعمل حلا سهل وسريع بالمانجا، بمانجاية واحدة بس متوفرة عندك وكيس من الجيلي. هيعجبك جدا، ولو عندك ضيوف قومي نفذيه ان شاء الله يعجبهم، مناسب كمان لاجواء الصيف. على طول هنجيب كسرولة، هنضيف عليها كوبايتين من المية وعليها باكيت من الجيلي المانجا، وبعد كده هنضيف عليهم معلقتين كبار من السكر، وهنقلب الكلام ده كله وهنسيبه يغلي على النار لمدة 5 دقايق علشان اضمن ان الجيلي يتماسك معايا. بعد كده هجيب المانجاية وهقشرها بالشكل ده، وبعد كده اي مانجا متوفره عندك، اي نوع متوفر عندك يمشي جدا في الحاله ده. انا مستخدمه النهارده المانجا السكري. بعد كده هنقطعها بقى اي تقطيع عشوائيه، مش مشكله. زي ما انت شايفه كده بقطعها كده تقطيع عشوائيه. وبعد كده بجيب بقى الجيلي بعد ما يبرد، وبعد كده باخد منه بس معلقه كبيره، هقولك ليه دلوقتي. وبعد كده هنضيف على الجيلي معلقتين كبار من لبن البودره ومعلقه كبيره من كريم شانتيه الخام، وهنضيف عليه بقى قطع المانجا بالشكل ده. ضربته في الخلاط كويس قوي، وبعد كده في الكاسات بقى ببتدي انزل بخليط المانجا. هو هيعمل معايا 3 بولات كده او 3 كاسات. طبعا لو انت حابه تقدري تضاعفي الكميه مفيش مشكله. هدخلها بقى التلاجة لمده ساعه تتماسك بس كده، وبعد كده هزينها بقى بقطعه من المانجا، كل كاسه كده او كل بوله معلقه صغيره من قطع المانجا كده كتزيين، وبتدي طعم حلو. وعليها بقى شويه من جيلي المانجا، معلقه الجيلي اللي احنا شلناها بزين بيها بس بقى المانجا في الاخر. وبعد كده بدخلها التلاجة لمده مثلا ساعتين او 3 ساعات كمان، وبعد كده بقدمها بقى بالشكل ده. طعمها كده كريمي وحلو جدا، وزي ما قلت لكم مناسبه لاجواء الصيف. ولو عندكم ضيوف بتنجز معاكم كده، جربوها وان شاء الله تعجبكم. بالف هنا وشفا مقدما. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه. اشوفكم ان شاء الله في وصفات تانية جايه كتير. اسيبكم في امان الله وسلام.